فورمة اتصرف. الساحل. انا عندي كوتش تقديمات للحربيه، معلش انا عايز ابقى فورمه بكره. فدي بالنسبه لي بتبقى نصيبه بصراحه، ان انا افهمه الوضع مشكله. اصلا عايز اقول لك ان حتى المكملات الغذائيه الموجوده في كتير منها مضروب او مغشوش بالهرمونات. يعني عندنا ابطال مصريين زي ايهاب عبد الرحمن مثلا، بطل مصري في رمي الجله، اتمنع واتحرم من دخول الاولمبياد بسبب انه كان بيستخدم مكمل غذائي عادي جدا، لكنه اكتشف ان المكمل ده كان مغشوش ومنعه من المشاركه في الاولمبياد. بالظبط. في فعلا في شركات يعني مكملات. حتى المكملات الموجوده اصلا في بعض الشركات المكملات مغشوشه بنسبه كبيره، عشان تبيع او تبان ان هي افكتيف، ممكن تحط بعض الهرمونات البنائيه في المنتجات بتاعتها وتبيعها على اساس ان هي مكملات. هي دي محتاجه بصراحه بودكاست مخصوص، الخمس مكملات المعتمده من اللجنه الاولمبيه الدوليه والاف دي اي. لكن احنا النهارده عايزين نوعي الشباب على امثله مشهوره قوي يبعدوا عنها. يعني عندنا مثلا مثال الانسولين، ودي كارثه. يعني مش عايز اقول لك انا ببقى عايز اروح اعمل ايه في المدرب اللي بيدي الشباب انسولين مثلا. يعني والله هو انا بالنسبه لي الانسولين يعتبر من اكتر الهرمونات البناءه واكتر الهرمونات الخطر ان انت تتعامل معاها، سواء يعني طفل يتعامل مع انسولين او شاب صغير هو مش عارف هو بيعمل ايه. ده الغلطه بموتة، مش بنهزر. ممنوع قولا واحدا بموتة. ممنوع نوصف انسولين. الانسولين ده اللي يوصفه دكتور في عياده، دكتور طبيب غدة مفيش حاجه الصماء اسمها او دكتور مدرب. سكري يوصفهم. بالظبط، مفيش حاجه اسمها مدرب يوصف انسولين للاعيب كمال اجسام عشان يعمل فورمه. مفيش حاجه اسمها كده. وما ينفعش يكون طفل صغير هدفه ان هو يعمل فورمه بس. ده بالنسبه لنا دي مصيبه سوداء. هو ده بترجع للمدرب اللي يفهمه صح. رجعنا لحته ضمير المدرب. لازم يكون المدرب بيفهم الشخص اللي قدامه العواقب اللي هو داخل عليه.